متابعي قناة الخبر اليقين 24، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. كما كان مقرر عقدت الحكومة اليوم الجمعة اجتماعات مع المركزيات النقابية في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، وذلك في مقر رئاسة الحكومة وسط العاصمة الرباط. كشف ميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في حديث له خاصة به جريدة أشكين عن تفاصيل هذا الاجتماع، حيث أكد أنه بدعوة من رئيس الحكومة التقى وفد الUMT مع أخنوش والوزراء ديالو. وأوضح مخارق أن وفد الاتحاد بسط مطالبه التي وصفها بالعادلة والمشروعة، حيث احتج وفد النقابة وفق المتحدث على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمغاربة، وفي المقدمة ديالهم الأجراء. وشدد على أن الاتحاد المغربي للشغل طالب خلال الاجتماع بحماية القدرة الشرائية عبر استعمال الميكانيزمات الضريبية، خاصة الإلغاء الجزئي أو الكلي للضريبة عن القيمة المضافة، وكذلك الإلغاء نتاع الضريبة عن الاستهلاك الداخلي. أضاف مخارق ضمن حديثه أن وفد النقابة طالب رئيس الحكومة بالزيادة العامة في الأجور في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية، بغية تدارك ما ضاع من قدرة شرائية للأجراء. كذلك زاد مخارق قائلا: وقفنا طويلا وأكدنا طويلا على الوضعية لكي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات، واصفا إياها بالمزرية لكونهم حسب زعيم أكبر نقابة عمالية بالمغرب لا يتلقون معاشات لائقة ومتجمدة منذ حوالي 15 سنة. وقال بأن وفد الاتحاد المغربي للشغل طالب الحكومة بالعناية أكثر بهذه الفئة عبر الزيادة في المعاشات العامة وسن حد أدنى لسميك المعاشات، لافتاً إلى وجود متقاعدين حالياً كيتلقاو 300 درهم شهرياً، وفي أحسن الأحوال فإن 48% من المتقاعدين لا تتجاوز معاشاتهم 1500 درهم شهريا، مؤكدا أن ذلك لا يليق لعيش لائق. بعد ذلك يضيف المتحدث: تطرق الاجتماع إلى الضريبة على الأجور، كاشفا أنه رغم المجهود اللي بذلته الحكومة في هذا المجال إلا أن الضريبة على الأجور ما زالت مرتفعة، مشيرا إلى أن النقابة دعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات من الآن على أن يتم إدراجها في قانون الميزانية المقبل. كما كانت هناك نقطة تتعلق بما هو مادي خلال الاجتماع بالنسبة للزيادة في التعويضات العائلية في حدود 3 أطفال لتصل إلى 1000 درهم على الأقل بدون تسقيف. في آخر الاجتماع طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بفتح مفاوضات قطاعية في التعليم عبر تنزيل ما تبقى من الاتفاق الموقع ما بين الوزير الوصي على القطاع والنقابة، وفي الصحة حيث الحوار بحسب مخارق لا يزال متعثر، وفي قطاع الجامعات المحلية وباقي قطاعات أخرى، إلى جانب طرح ملفات أخرى كتتعلق بالمهندسين والمتصرفين والتقنيين. وحول ما إذا كانت الحكومة قد التزمت أو عبرت عن رغبة في الاستجابة لهذه المطالب، أجاب مخارق بأن رئيس الحكومة التزم بدراستها واتخاذ إجراءات ومدنا باقتراحات، لكنه شدد على أن الحكومة لم تعطي أي سقف زمني ولا أي اقتراح لذلك.